ده العيش الفينو بكل سهوله في البيت. شايفين الطراوه؟ شايفين العيش؟ العيش من ورا عامل ازاي، لونه الذهبي ازاي جميل، مستوي في الفرن بتاع البيت العادي، فرن البيت اهو. اهو تحفه بجد، تحفه. تقدروا تعملوه بكل سهوله في البيت مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اهو العيش اهو، سندوتشات. جبنا السكينه بتاعتنا. تحفه. بسم الله الرحمن الرحيم. هندوق مع الشيف محمود، مفيش مستحيل. اشتركوا في قناتي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام. معاكم. طبعا عندنا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام، وعندنا 25 جرام من الخميرة، و15 جرام من الملح، وكوب من الحليب اللي هي الكوب المعياري، وكوب من المية الفترة كده مية، وعندنا 3-4 معالق من الخل، وعندنا 50 جرام من الزبدة كده بدرجة حرارة المكان زي ما انتم شايفين كده، و2 عدد بيضتين، حبتين من البيض بدرجة حرارة المكان برضو، و3 معالق من السكر كده، ونبدأ نقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه، نعجن بقى كويس عجنة كويسة ونخدمها. لو العجينة احتاجت مني سنة مية صغيرة أديها كده. وعندي طبعا زبدة هي بتاع 20 جرام من الزبدة كده أخدم بيها العجينة، وهو ده قوام العجينة المطلوب. أنا بوريكم بس، وإيه يعني نخدمها بس خدمة صغيرة ونسيبها ونغطيها. تحفة بصراحة، وعلى إيدينا كده، مش عجان ولا حاجة، ما جبناش عجان رافال لسه. طبعا زي ما انتم شايفين كده، هنا نقطتين من الزيت عشان العجينة متلزقش معانا في الحلة، وهنسيبها لمدة نص ساعة كده متغطية، ونيجي نعمل اختبار العجينة بقى. بص شوف اختبار العجينة، العجينة نزلت معانا، العجينة ناجحة كده. بقى هنبدأ نطلع العجينة ونقطع بقى، نقطع الأحجام اللي احنا عايزينها بالشكل اللي احنا عايزينه. عايزين نعمل كايزر نعمل، عايزين نعمل بتبان أو فرنساوي نعمل، زي ما انت حابب خلاص هتعمل. هنعمل لكم من العيش كذا نوع من العيش لأولادكم عشان لو عايزين يفطروا بيه الصبح. زي ما انتم شايفين كده، انا بوريكم بعمل ازاي العجينه، بخد عليها وانا جاي كده، وبعدين ارولها. هو ده العجينه المطلوبه او الحجم المطلوب. تحفه بصراحه يعني، هتقدروا تعملوها في البيت بكل سهوله. هنعمل كمان واحده مع بعض عشان تشوفوها. كده جبنا العجينه بططناها تبطيطه صغيره، وبعدين اعلم عليها كده واضغط ضغطه صغيره، وبعدين الم تاني واضغط ضغطه صغيره تاني كده، وبعدين ارولها. بس كده ادي العجينه، ونخلي القفل تحت واحنا حاطينها في الصاج، نخلي القفل تحت او في الصينيه كده. هي ناجحه معانا ان شاء الله. تحفه بصراحه. والعجينه احنا هنا كده وطريه. طبعا انا بعمل حمام بخار للعجينه، ميه سخنه عشان في الفرن كده، وحطيت العجين كله وفي الفرن عشان زي ما انتم شايفين كده العيش بتاعنا بعد ما خمر كده. تحفه. العيش بقى نبدا بقى نديله اللمعه بتاعته وندخله الفرن مع بعض زي ما انتم شايفين كده. يا جماله في البيت بكل سهوله، مش هتحتاج تشتري تاني عيش من الافران، ومش بياخد وقت ان شاء الله. هنديله بقى نلمعه وندخله الفرن على درجة حرارة 220. محمود مفيش حاجة صعبة، هتقدر تعمل كل حاجة في البيت بكل سهولة. تابعني، لايك وشير. كده نص كاسة من الحليب زي ما انتم شايفين كده. من السكر كده، وهنحلي الكلام ده كله مع بعضه. طبعا عندنا بخاخة زي دي كده، نحطها في الحليب زي ما انتم شايفين كده، ونبدأ بقى نبخ على الحاجة بتاعتنا. اللي عنده فرشة ماشي. هندخله الفرن كده. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين معانا كده العيش بتاعنا، العيش بتاعنا اللي عملناه النهارده تحفه. ده العيش الفينو بكل سهوله في البيت. شايفين الطراوه؟ شايفين العيش؟ العيش من ورا عامل ازاي، لونه الذهبي ازاي جميل، مستوي في الفرن بتاع البيت العادي، فرن البيت اهو. اهو تحفه بجد، تحفه. تقدروا تعملوه بكل سهوله في البيت مع الشيف محمود.
اخواتي وحبايبي، زي ما انتم شايفين كده العيش الفينو عملناه في البيت بكل سهوله العيش الفينو جميل وتحفه تحفه مع الشيف محمود. اشتركوا في قناتي على اليوتيوب او على الانستجرام او على الفيسبوك عشان تشوفوا العيش اللي انا بعمله والجوده تحفه في البيت بكل سهوله. العيش طري وهش عشان نعمل لكم حاجات اكتر واكتر تابعوني، وعشان تشوفوا الوصفه انزلوا عليه في اليوتيوب على الفيديو هتلاقوه كامل في اليوتيوب. تحفه بجد والله مش هزار.